قبل اي حاجه لازم نبارك للنادي الاهلي بالفوز بالبطوله السوبر رقم 15 في تاريخه. الفوز كان معقرب شويه بس الحمد لله ان ربنا كملها بالفوز. المباراه فيها سوء حظ وعدم توفيق مريب مريب. لعيبه كتير مستواها بجد اثبتت النهارده ان هي لا تصلح اصلا للعب للنادي الاهلي. ماتش غريب، ماتش تعب اعصاب، ماتش حرق دم. الماتش على قد ما الاهلي كان مسيطر وعلى قد ما الاهلي كان مستحوذ وعلى قد ما الزمالك كان فعليا الاهلي مخليه مش موجود. يعني مش الزمالك بمزاجه مش موجود، لا هو الاهلي ولاعيبه الاهلي وطريقه اللعب وخطه اللعب هي اللي مخليه الزمالك مش موجود. بس فعليا حرق دم، والماتش كان ممكن يروح مننا في ثانيه. فخلينا كده بقى نخش سريعا في احداث المباراه حاجه حاجه عشان نشوف الماتش ده كان على ايه، وكمان نشوف الشناوي. يا جماعه يعني انا بس الشناوي الحاجه الوحيده اللي شفعت له النهارده ان احنا خدنا البطوله، وان هو صد الكره بتاعت شيكابالا. عشان لو كانت الكره بتاعت شيكابالا دي دخلت جون احنا كنا هنسمع صياح ل 100 سنه قدام. يعني كانوا هيبقوا في ترابهم بيفكرونا بالبطوله اللي شيكابالا جاب فيها الجون فخدنا السوبر منكم. فالحمد لله يا رب، الحمد لله ان هي عدت كده. ودي الحاجه الوحيده زي ما قلت لكم اللي بتشفع للشناوي النهارده. كان هيتعمل له فيديو لوحده، يعني كان هيتعمل له فيديو لوحده، يعني اللعيبه كلها كان هيتعمل لها فيديو وهو كان هيتعمل له فيديو لوحده. بس الحمد لله ربنا سترها علينا والماتش عدى بامان وبسلام. خلينا نخش في التفاصيل على طول عشان ما ابقاش طولت عليكم في المقدمه. قبل بقى ما نتكلم في تفاصيل المباراه، يعني انا قلت لكم هنخش في تفاصيل المباراه بس معلش اعذروني. قبل ما نتكلم في تفاصيل المباراه، في قناه ما شهيره جايبه محلل رياضي معروف عنه ان هو بيتعاطى شيء ما. يعني هو دايما مش في وعيه ودايما بيعمل فيديوهات شكلها غريب ومش مظبوط، وفي نفس الوقت هو تحليله مش مظبوط. يعني ممكن زمان كان لاعب كبير شويه فعشان كده هو ترندي شويه، بس يعني هو مش هو ما كانش لاعب كبير، هو كرشه هو اللي كان كبير وهو بيلعب كوره. فيا جماعه يعني والله مصر فيها لعيبه كتير وفيها لعيبه شاطره كتير وفيها محللين كوره كتير. احنا 120 مليون بني ادم، مش لازم يعني تختاروا لنا الاشخاص دي، مش منطقي. على الاقل حتى يعني المفروض ان احنا بنختار نماذج تكون قدوه للشباب. ده ما ينفعش قدوه خالص خالص، ما ينفعش قدوه. الشخص ده ما ينفعش قدوه، واكيد الناس فاهمه انا بتكلم عن مين. فنداء للمسؤولين عن الكره المصريه او نداء للمسؤولين في شركه المتحده، ارجوكم اختاروا الكوادر اللي بتطلعوها اعلاميا في رياضه عشان يبقوا قدوه، وفي رياضه عشان ما تزهقوش الجماهير. بس كده نخش بقى في تفاصيل الكوره، وده بيخليني اروح لنقطه تانية قبل برضه ما ادخل في تفاصيل الكوره. ايه هي النقطه التانية؟ الاستاذ بلال علام وهو داخل يعني هو لسه بيبدا التعليق على المباراه. الاستاذ بيتكلم وبيقول بدل ما يقول قناه اون تايم سبورتس قال قناه ابو اون تايم سبورتس. يعني هو ايه كان بيقول ابو ظبي الرياضيه وبعد كده ادرك ان هو على اون تايم سبورتس. يا استاذ بلال علام، قبل ما تبقى طالع تعلق على مباراه يا ريت يا ريت تقرا الاعداد بتاعك وتركز انت طالع فين. الاخطاء وارد انها تحصل، بس ما ينفعش ان هي تحصل في حدث بيتفرج عليه 120 مليون بني ادم جوه مصر، والله اعلم في الدول العربيه وفي دول اجنبيه في ناس بتتفرج عليه قد ايه. فنركز مش هنخسر حاجه، يعني مش هيبقى تحليل، يعني مش هيبقى تعليق سيء. وكمان عدم تركيز في التفاصيل بتاعه المباراه او القناه اللي انت حضرتك طالع بتقدم عليها او بتعلق على المباراه وبتتذاع عليها. بيبدا الماتش في الدقيقه 7 بهجمه خطيره جدا للنادي الاهلي بجمله ما بين طاهر محمد طاهر وامام عاشور اللي بيديها لحسين الشحات اللي بيحطها في ايد عواد، وبترتد ليحيى عطيه الله اللي بيطلعها بغرابه شديده بره المرمى اصلا. بعد كده في الدقيقه 15 اسامه ابو علي بيبقى في انفراد تام بيشوط الكوره بطريقه غريبه جدا اللي بترتد لحسين وامام بيحتاروا فيها مش عارفين عايزين يعملوا ايه، والفرصه برضه بتضيع. في الدقيقه 20 يحيى عطيه الله بيشوط كورة ثابتة قوية جدا 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 لكن بتمنعها العارضة من الدخول في المرمى. الكورة بقى دايما فيها مبدأ ايه؟ ان اللي بيضيع بيستقبل. فبما ان الاهلي ضيع 3 فرص محققة، الدقيقة 27 سيف الدين الجزيري بيقدر يحرز هدف لنادي الزمالك بعد كرة عرضية، يعني كرة ثابتة بيلعبها عبد الله السعيد، بيلعبها عرضيه وبيدخل فيها، بيحصل لخبطه غير مبرره في دفاع النادي الاهلي عشان تروح لسيف الدين الجزيري اللي
بيجيبها هدف، لكن الحمد لله الحكام بتوع الفار نادوا على الحكم عشان يشوف الكوره، لان كان في تسلل في اول اللعبه. اول ضربه ركنيه بقى في المباراه كانت في الدقيقه 30 لصالح النادي الاهلي، وما اتعملش بيها اي حاجه، اتلعبت على الارض، اللعيبه فضلوا يرجعوا الكوره لورا، وكالعاده راحت بلا اي هدف وبلا اي جدوى. بتيجي بقى الدقيقه 46، فوسام ابو علي بيقول اشمعنى يحيى عطيه الله يحط كوره في العارضه وانا لا انا هلعب الفاول ده، عشان هو كمان يروح حاطط كوره بس في القائم يعني ايه، في القائم اليمين من بره كده، وتروح طالعه هي كمان، وينقط المشجعين الاهلاويه ويخلينا قاعدين على اعصابنا. ما هو ازاي يعني يبقى في ماتش ممكن نكسب فيه 6-7 ونلعب السهل او نرفع عادي او نباصي عادي؟ لا، لازم الناس اللي بتتفرج على الماتش يتحرق دمها، لازم الناس تتحرق. ازاي نباصي اللي جنبنا، ازاي نلعب السهل؟ لا، لازم نتفادى. فهو بدل ما يباصي اللعيب جنبه وبدل ما يفحل المنطقه، بيقرر ان هو يشوط عشان تيجي في القائم وتطلع، وتبقى الفرصه الخامسه في الشوط الاول. في الدقيقه 48 بقى بيقرر الاستاذ امام عاشور والاستاذ اكرم توفيق اللي هو اشمعنى حسين الشحات واشمعنى وسام ابو علي واشمعنى يحيى عطيه الله ضيعوا اهداف واحنا ما ضيعناش. لا، احنا ما ضيعناش كفايه. فبيقرر الاستاذ امام عاشور وهو في الناحيه الشمال ان هو يروح شايط كوره كده اي حاجه، يلا مش مشكله، وتروح طالعه بره. بعديها يروح رادد عليه اكرم توفيق بكره تانية من الناحيه اليمين، كان في 3 لعيبه من النادي الاهلي واقفين في منطقه الجزاء، لا ازاي اباصلهم، انا لازم اشوط، ويروح شايط ومطلعها في السماء هو كمان. في الدقيقه 50 برضو كان في كره غريبه جدا، انا ما كنتش فاهم يعني هي اتعملت ليه واتعملت ازاي. يعني محمد طاهر سحب لعيب نادي الزمالك وخد انذار. يعني الكوره اصلا انت لسه في ربع ملعبهم ونص لعيبه الاهلي في النص بتاعها، يعني ايه الفكره ان انت تروح تشده كده؟ او كان تقريبا كان تدخل مع محمود بن تايج، يعني هو محمود بن تايج عدى ليه بتشده من هدومه توقعه؟ يعني ما كانش في حد اصلا من، يعني كان في 3 لعيبه مثلا من النادي الاهلي في منطقه في النص الملعب بتاع الزمالك، وبقيه لعيبه الاهلي كلها كانت ورا. كره غير مبرره وحركه استفزازيه. ويا جماعه والله ما دي طريقه لعب النادي الاهلي، يعني دي مش طريقه لعب النادي الاهلي. يعني لو الكره مثلا في نص ملعبنا ولعبت والكره هجمه مرتده، هقول لك ماشي تمام، زي الكره مثلا اللي اكرم توفيق عمل، لكن غير مبرره تماما يعني. برضو تاني في الدقيقة 60 والدقيقة 63 الأستاذ طاهر محمد طاهر والأستاذ إمام عاشور بيقرروا إن هم يضيعوا فرص محققة، ما يفكروش ان هم يبصوا يمينهم ولا يبصوا شمالهم، ان هم يشوطوا وخلاص ويضيعوا انفرادات. من وجهة نظري المتواضعة، اللي انا مش محلل كروي ما بفهمش في التحكيم، بس في الدقيقة 65 كان في ضربة جزاء لأكرم توفيق بعد تدخل من زيزو عليه في منطقة جزاء نادي الزمالك، وأمين عمر يعني ما فكرش لا يرجع للفار ولا يبص ولا اي حاجه خالص، ولا يسمع لعيبه النادي الاهلي اللي برضو ما دافعوش عن الموقف اللي حصل. يعني في شد وجذب، واكرم اتداس على رجله في الكوره في منطقه الجزاء في هجمه خطر. طب نحاول نضغط على الحكم، نحاول نتكلم على الحكم؟ لا، احنا كده كده جامدين، وطول ما لعيبه الاهلي شايفين ان احنا كده كده جامدين هنفضل ناخد كده البطولات ايه بطلوع الروح، وربنا يستر من اللي جاي. في الدقيقه 68 بقى الكوره بتتهيأ لامام عاشور جايه متقشره وقدامه المساحه فاضيه ومفيش حد ضاغط عليه، يعني كان ممكن يستلم على صدره ويحطها على ركبته ويريحها على الارض ويستنى ثانيتين عشان يشوطها في الجون، وراح هو واخدها وان تايم بلا مبرر كده، طلعها في السماء عند الجماهير. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ يعني الكلام ده لو بتلعب في دوره رمضانيه تمام، لو بتلعب في الشارع برضو تمام، لو بتلعب في دوري المدارس مش هنقول لا، بس مش كده. يعني لولا والله العظيم لولا ان الفيديو دوت يعني في ممكن يبقى في بنات بتتفرج عليه، في ناس يعني مؤدبه شويه بتتفرج عليه، انا كنت هسمعك ما في الخمر، كنت هقول لك كلام يزعلك، لان دوت انت عارف هو بيتقال عليها ايه. فاكر كده قفشه لما قال مش عارف مين ما بيبقاش لما كان بيتكلم عن محمد عبد المنعم وقال محمد عبد المنعم ما بيبقاش قاصد كده هو على الكوره؟ انت بقى كنت بتعمل كده، انت كنت بتعمل اللي قفشه كان بيقول ان محمد عبد المنعم مش بيعمل. طبعا في الدقيقه 80 استاذ محمد الشناوي ما بيعرفش يمسك الكوره كالعاده. يعني هو محمد الشناوي يا جماعه الكوره بتكهربه بيمسك الكوره وتروح واقعه من ايده وتروح طالعه ضربه ركنيه، وبعد كده تتحول لهجمه خطيره على النادي الاهلي. ليه؟ عشان خاطر احنا عندنا واحد اسمه مصطفى شوبير بيصد كويس. فايه ده يا مصطفى انت بتصد كويس؟ لا مش هنلعبك، احنا هنلعب الشناوي عشان هو فرض على جمهور الاهلي وفرض على النادي الاهلي. يا جماعه الاحسن يلعب، الاحسن يلعب، هنستحمل مره مش هنستحمل الثانيه مش هنستحمل الثالثه. وبعد كده هتبقى سواد بقى على الاداره
باللعيبه. احنا اهم حاجه عندنا اسم النادي الاهلي، واهم حاجه عندنا الفوز بشكل كويس، مش الفوز وخلاص. في الدقيقه 92 اسامه ابو علي بيضيع هدف، وفي الدقيقه 96 الاستاذ قفشه، يعني يا ريتني بقول ان هو كان بيصطاد عصافير، لان الكره برده جات له مرتاحه جدا، وجات له في المكان اللي هو شاط منه القاضيه ونازله على الارض والدنيا جميله، وراح شايطها برجله الشمال موديها في يعني ايه، كحت بيها نجيله الاستاد لغايه لما طلعت بره في اقصى الشمال. طب ليه يا حبيبي ما تستلم وتشوطها يمين؟ استلم وارفع. هو انتوا يا جماعه بتتدربوا على الشوط ولا بتتدربوا على ايه؟ بس انا عايز اعرف يعني. انتوا احنا لغايه دلوقتي بتكلم في 8 او 9 هجمات كلها متشاطه بره، كلها متشاطه بره. طب بتتدربوا على ايه؟ اللعيبه دي بتتدرب على الشوط فعلا ولا لا؟ برضو في الدقيقه 111 الاستاذ حسين الشحات قرر ان هو يشوط الكوره بره الملعب كالعاده زي اخواته. طبعا كان هيحصل ما حدث في الشوط الاول، بس المره دي ما كانش هيبقى اوف سايد. ارضيه من احمد السيد زيزو بيرفعها، ومشلاك كراد ما بيعرفش يستقبلها كويس وبيحطها بره المرمى. طبعا لو كانت اتوجهت في الجون، وحتى لو في ايد الشناوي كانت هتروح خارمه ايده وداخله العادي. في اخر المباراه بقى بيرسي تاو بيهدر هدف غريب جدا، انفراد تام بيحطها في جسم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والحمد لله انها طلعت اوفسايد عشان كان هيتقال له هو كمان ما في الخمر. بعد كده طبعا رحنا لضربات الجزاء. يعني الاستاذ رضا سليم تقريبا ما كان مطبق امبارح على التيك توك، يعني مش كان بيفكر هيحتفل برقصه ايه، يعني مش عارف. يعني هو داخل كده يعني رجع اتفرجوا على ضربات الجزاء تاني كده وشوفوا دخلة رضا سليم وهو بيبص على الكوره، تحس ان واحد يعني مطبق بقاله 3 ايام وما يشربش قهوه الصبح، نايم. دخل شاط الكوره، بيقول له بص يا عواد خدها اهي. عواد اصلا مرمي غلط، لقاها في رجله، يعني هو مش عواد اللي صدها، هو مرمي غلط لقاها في رجله. يوسف ايمن يعني مش منطق خالص خالص ان لعيب انت جايبه بقالك 6 شهور حاطه في الثلاجه، يعني انت بقالك 6 شهور ولا 4 شهور حاطط يوسف ايمن ده في الثلاجه، واول ماتش تلعبه تخليه من الاول 10 يشوطوا ضربه جزاء. يعني انا مش عارف مين اللي بيفكر بصراحه، يعني مش عارف مين اللي بيفكر وبيحط الترتيب بتاع اللي مسددين لضربات الجزاء. بعد كده طبعا الشناوي في كورتين كانوا في ايده، في كوره عدت من تحت باطه، لان احنا عارفين الشناوي عنده الحته دي مخرومه، يعني هو عنده العضله دي كده مقطوعه يا جماعه مش موجوده، فهو اي كوره بتيجي بتتشاط كده بتعدي. وفي برده كورتين كانوا في ايده عدوا منه. بس يعني انا بقول اللي بيشفع للشناوي النهارده هو انه صد كوره من الكوره بتاعت شيكابالا، عشان والله ما كنا هنعرف نعيش على الكوكب من الزملكاويه. لان انت بتكتشف ان في كميه ناس تعرفها زملكاويه انت ما كنتش متخيلهم، ولا كنت تعرف ان ليهم في الكوره، ما بيظهروش غير بس لما الزمالك يفوز. وانس ان الزمالك خد على عينه او اتغلب، تلاقي الناس دي اختفت تاني، اختفى من الوجود، هو مش موجود اصلا. هو من كتر ما انت مش بتشوفه في السوشيال ميديا ولا في الشارع ولا على قهوه ولا في كافيه، بتحس ان هو اختفى. اللي هو مثلا ايه، جاله عقد احتراف في النرويج، اللي هو خلاص وعمل لنا بلوكات بقى واللي عالي عالي وكده، اختفى ما يظهرش غير مع فوز. فتخيل بقى لو ظهر مع فوز بأقدام الأسطورة اللولبية بتاعتهم شيكابالا. فالحمد لله على الفوز، والحمد لله ان الماتش عدى على كده، والف مبروك لكل الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي في العالم ومجلس الاداره، وللمدرب اللي عمل اللي عليه، للعيبه لا، عشان خاطر بجد مسلسل الاستهتار والانانيه وتضييع الفرص ده مش هيكمل على خير. واشوفكم باذن الله بقى في بكره في فيديو تاني توابع ما بعد فوز الاهلي بالسوبر المصري. تصبحوا على خير ومبروك مره تانيه. سلام عليكم.